Olá gente, tudo bem؟ في حلقة النهاردة هنتكلم على أفراد العيلة في البرتغال. الأول هنبتدي بعيلتك الصغيرة، بعد كده نتفرع في شجرة العيلة واحدة واحدة. ما تنسوش لو المحتوى بتاعي بيعجبكم تسيبولي لايك وتعليق تحت، ويلا بينا نبتدي الفيديو. أول حاجة عندنا الأب والأم. الأم يعني ماي. الأب يعني باي. الأم برضو ممكن طفلها وهو صغير يقول لها ماماي، والابن برضو ممكن يقول لباباه باباي. باباي، ماماي. عندنا برضو إهماو الأخ، إهما الأخت. إهما الزوج مريضو، والزوجة إشبوزة. ابن يعني فيليو، وبنت يعني فيليا. فيليو فيليا. وبعدين عندنا الجد والجدة. الجدة أفا، الجد أفو. لو الأو الأخيرة مفتوحة فهي معناها جدة أفا، لو مقفولة فهي معناها جد أفو. أفو. وبرضو في طريقة كده للدلع الجد والجدة، احنا ممكن نقول لهم فوفو يفوفا. فوفو يفوفا، برضو لو مفتوحة في الآخر جدة، ولو مقفولة جد. عندنا برضو أبو الجد أو الجدة، أو أم الجد أو الجدة. أب الجد أو الجدة اسمه بيزافو، وأم الجد أو الجدة اسمها بيزافوا. وبرضو في طريقة يعني ممكن ندلع بيها أبو الجد أو الأبو الجدة، بنقول عليهم بيزو وبيزا. العم أو الخال بنقول عليهم تشيو. العمة أو الخالة بنقول عليهم تشيا. ابن الخال أو ابن الخالة أو ابن العم أو ابن العمة بنقول عليه بريمو. بنت الخال أو بنت الخالة أو بنت العم أو بنت العمة بنقول عليها بريما. بريمو بريما. لو أختي متجوزة فجوزها بالنسبة لي كونيادو، ولو أخويا متجوز فمراته بالنسبة لي كونيادا. ابن أخويا أو ابن أختي سوبرينيو. بنت أخويا أو بنت أختي اسمها سوبرينيا. حماية بقول عليه سوجرو. حماتي سوجرة. أنا بالنسبة لحماتي وحماية نورة. ولو أنت ولد فأنت بالنسبة لحماتك وحماك جينهو. لو أنا عندي ابن أو بنت واتجوزوا وخلفوا ولادي نيتو نيتا. وبكده نكون خلصنا الحلقة. لو عجبتكم واستفدتوا منها قولولي تحت في التعليقات، وسيبوا لايك برضو لو عجبتكم الحلقة. ولو انا نسيت اي فرد من العيلة برضو اكتبولي في التعليقات تحت. متنسوش برضو تفعلوا الجرس عشان كل مرة نازل فيديو تعرفوا اول باول. اشوفكم في الحلقة اللي جاية، و تشاو.